النهارده وبعد إعلان نادي الزمالك لقائمته للموسم الجديد وتسجيلها في اتحاد كرة القدم اللي هي القائمة الأولى، تم إعلان الطلاق. طلاق بائن، طلاق بالثلاثة، بين نادي الزمالك وعبد الله السعيد. جوازة استمرت لموسم واحد، والزمالك ما أيدش السعيد في قائمته بعد ما عبد الله السعيد رفض كل العروض والإغراءات والضغوط إنه يجدد للزمالك، وتمسك بالمبلغ الكبير اللي طلبه، واللي خالد الغندور رفع علم إن السعيد هو اللي يدفع للزمالك مش الزمالك هو اللي يدفع للسعيد عشان يستمر. خلال أيام قليلة عبد الله السعيد هيعلن وجهته الجديدة، لكن الزمالك بقيده لمحمود عبد الرزاق شيكابالا كابتن الفريق هيبقى أول لاعب في تاريخ نادي الزمالك يبقى عنده 23 سنة بين أول مباراة وآخر مباراة يلعبها مع نادي الزمالك بين 2003 و 2026. ما حصلتش في تاريخ نادي الزمالك غير من حنفي بسطان اللي لعب 1936 أول مباراة ليه وهو لسه صغير السن 17 سنة، وآخر مباراة ليه كانت 1957 وهو عنده 38 سنة.